طلاق عروسة شاكوش الجديدة على الهوا بسبب رقاصة. ريم حسن شاكوش اللي كانت فرحانة بجوزها بزواجها من حسن شاكوش وطلع بيه السما، النهاردة الشيخ العرافين بيقلب الطاولة على حسن شاكوش وبيخلي ريم تشك في حسن شاكوش، وبتصدق الشيخ ان حسن شاكوش متجوز واحدة تانية. بس ريم حاولت تلم الموضوع علشان هم على الهوا والناس كلها شايفاهم، وهي مش عايزة حد يشمت فيها. ايه الحكاية؟ الإعلامية بسمة وهبة قررت تعمل فرح حسن شاكوش وريم مع بعض على الهوا، وجابتهم البرنامج بتاعها عشان يحتفلوا بالفرح علشان هي ما حضرتش الفرح. بس شيخ العرافين خلى ريم تكذب حسن وتصدق الشيخ، وقررت في فقرة شيخ العرافين انها تطلع ريم من ورا الكاميرا تبقى معاهم على الشاشة، لان شيخ العرافين هيقول كلام معاهم ولازم يتقال في وجودها. شيخ العرافين فكر ازاي يوقع حسن شاكوش في الكلام بس بطريقة من غير ما يجبره انه يتكلم غصب عنه، وبدأ يمهد الموضوع واحدة واحدة لشاكوش بانه يسأله مين اللي جايب لك السلسلة الألماظ اللي مش بتقلعها ابدا. شاكوش اتوتر وارتبك وقال ان هو اللي جايبها زي ما فهم ريم مراته. الشيخ فضل ضاغط على حسن شاكوش لحد ما طلعه كذاب، وان واحده هي جايبها له ومخبي مين الواحده دي عن مراته. طبعا هنا ريم حست ان في حاجه مش صح وقعدت تقول له مين جايبها لك. شاكوش حاول يقلب الترابيزه على ريم وقال لها انت بتشك فيا يا ريم وبتصدقيه؟ شيخ العرافين يلم الموضوع، لا ازاي ده حب يوقع ما بينهم زيادة ويعمل كسر في علاقتهم ببعض ويهد الثقة اللي ما بينهم. الشيخ راح على ريم وسألها انت تعرفي يا ريم ان الفيلا بتاعت حسن اللي في التجمع دي عشان مراته اللي هي برضو اللي جايبه له الكلب اللي لسه مديه لريم هدية. ريم مش عارفة حاجة خالص وايه اللي بيحصل وظهر عليها حسرة وصدمة، وشوية كانت هتعيط من الكسرة لان حسن اتوتر بدأ يزيد عنده ويهرتل ويقول كلام مش مفهوم. حسن شاكوش حس ان خلاص شيخ العرافين هيطلع المستخبي، فهددهم انه هيسيب الحلقة ويمشي لو هو ما بطلش اللي بيقوله، وحاول ينفي في كلامه كذا مرة اي حاجة شيخ العرافين بيقولها. بس ريم قالت على الهوا احنا اللي بينا انتهى والجوازة باظت في اقل من شهر، وكل ده بسبب بسمة وهبة اللي حاولت بعد الكارثة دي انها تلم الموضوع وتعدل كل حاجة الشيخ بوظها، وبدأت تهدي ما بينهم وتقول انها مصدقة حسن مش مصدقة الشيخ. بس ريم صممت ان الشيخ ما بيكذبش، بس حاولت تلم الدنيا لان كل حاجة متصورة وهتتذاع للجمهور.